يا صباح الورد والفل والياسمين على أحلى أخوات ومتابعين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله عندي يوم كده فيه إنجاز حاجات كتيرة إن شاء الله بإذن الله روتين النهاردة هيعجبكم وتاخدوا منه أفكار كويسة. الأول كده نبدأ بالدعاء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. النهارده الفيديو بتاعنا فيه كده تنضيف سريع للريسبشن، وفيه كمان تورتة اقتصادية، وفيه كمان كده تجهيز غدا مع بعض إن شاء الله بإذن الله. بس في الأول لو أنتِ لسه أول مرة تشوفيني، أنا سِت بيت جنيه ونُص. ديّة قناتي بتهتم بالميزانيات وبالتدبير وبالتوفير وبالوجبات الاقتصادية. انزلي تحت الأول، اضغطي على كلمة اشتراك وفعّلي الجرس على الكل عشان يوصلِك كل جديد منّي. يالّا بينا كده نبدأ بالفيديو، وأول حاجة أنا بدأت بيها يا بنات وهي reception. بُصّوا يا بنات ده كان يوم الخميس. يوم الخميس اللي فات معلش هو الفيديو يعني هينزل متأخّر شوية. كان يوم الخميس أنا باحب أروّق البيت كده يوم الخميس، بحيث إن يبقى يوم الجمعة عندي البيت نضيف، وعلى قد بس إن الواحد هيشغّل القرآن، وهيشغّل صلاة الجمعة، وهنشغّل البخور إن شاء الله بإذن الله، ويبقى يوم كده إيه نجهّز فيه غدا ونتجمّع إحنا الكل مع بعض. أول حاجة أنا بدأت بيها يا بنات، هو أنا بعد ما طبعًا فطّرت البنات، عملت لهم ساندوتشاتهم واللانش بوكس بتاعتهم، وفطّرت زوجي، وكل واحد بقى نزل على الشغل والمدارس. أنا بصراحة في اليوم ده كنت غايبة من الشغل، وقُلت إن شاء الله بإذن الله أنا هاقعد عشان خاطر أروّق البيت. هو نضيف الحمد لله كويس ومش فيه حاجة، بس الreception برّه أنا كنت عايزة أشيل الفرش بتاع الأرضية وأدّي كده تلميعة سريعة للسيراميك. لمعته مش كانت عاجباني أوي يعني، فقُلت هادّي له إيه تلميعة سريعة. هنا زي ما أنتم شايفين كده إيه، شِلت كل الحاجة بتاعة الأرض ورُحت نشّرتها على البلكونة، وهابدأ بقى كده إيه، أعمل كده تنفيضة سريعة للكنب، وأكنس الأرضية ألمّعها بالجردل يعني والشرشوبة وكده، يبقى إيه، تلميعة إيه، على السريع زي ما بنقول. الأول يا بنات أنا في حكاية التنضيفات، أنا باحب دايمًا يكون إيديّا في البيت بحيث إن هو دايمًا يكون إيه، نضيف على قدر المستطاع. أنا برضه يعني إيه، ما عُنتش باهلِك صحتي أوي في البيت، يكون مترتب ويكون نضيف. بس باعملها واحدة، واحدة، لإن أنا على على مَر الأيام وعلى مَر الوقت يا بنات، الحالة الصحية كانت دايمًا والدتي رحمة الله عليها، اترحموا عليها يا بنات. كانت دايمًا تقول لي ال ال آمم العافية هبلة وسواقها مجنون. ده كان مثل شعبي يعني. بمعنى إيه، إن الواحد وهو في صحته وهو في عافيته بيدَن وييجي على نفسه في كل حاجة لإنه هو قادر. لمّا بيكبر بيه السِن وكل ما هيتقدّم في السِن كل ما صحته ديّة هتروح منه بسبب الحاجات اللي هو كان بيعملها. فأنا في أول جوازي كنت باشيل وباهُد وبانكت البيت مليون مرّة في الشهر وحيطان وأرضية. بجد دلوقتي لأ، لو كل واحدة تعمل بس تحافظ على صحتها يا بنات، بجد والله نصيحة منّي. اعملي وحافظي على بيتِك نضيف، بس في نفس الوقت حافظي على صحتِك، مش تخلّي صحتِك تهدريها في الأرض. الصحة لمّا بتروح ما بتتعوّضش. يعني اللهم لك الحمد والشكر يا رب مش تحوجنا لحد، اللهم لا تحوجنا إلى شرار خلقِك. بجد الصحة نعمة كبيرة. حافظي عليها على قدر الإمكان. رتّبي نضّفي خلّي مكانِك زي الفل وأنتِ قاعدة، بس مش لازم تعملي البيت كلّه مرّة واحدة، مش لازم تعملي كل حاجة في يوم واحد. قسّمي البيت، في يوم النهارده هاخد الreception، بُكرة هاخد غرفة، يا رب إن شاء الله الغرفة تعمليها على يومين 3 مش مشكلة. ما حدش بيجري وراكِ وما حدش هيحاسبِك، ما حدش قاعد معاكِ في البيت غيرِك أنتِ وولادِك وزوجِك. أهم حاجة إن البيت يكون رايق ومترتب ومتنضف ومتنظم، بحيث إن أنتِ أي مكان عينِك هتُقع عليه أنتِ عينيكِ مش هتشمئز منه ومش هتبقي تعبانة نفسيًا. أنا من الناس اللي بابقى متوترة فعلًا لمّا البيت بيبقى حواليّا مش نضيف أو مش مترتب، بجد والله. أنا بابقى متضايقة وباتعصب وباتنرفز على البنات عندي لمّا بالاقي المكان على الأقل أقل حاجة مش مترتب. يعني ممكن مثلًا يكون في عفار شوية والّا حاجة، ممكن أتخطاها أو أتعداها، بس الكركبة والحوسة اللي حوالين الواحد بتعصبني جدًا، جدًا. بُصّوا هنا يا بنات أنا كان فاضل شوية صغيرين، التكة ديّة بُصّوا أنا باعملها بتخلّي البيت ريحته تحفة. أنا بعد ما باخلّص كده بالشرشوبة اللي أنتم شفتوها معايا، بالملمّعة دي كده، باحط شوية، ده كان آخر حبّة معايا على فكرة
آخر حبّة من فريدا اللي هو المُعطِّر اللي هو بريحة النضافة ده، بجد ريحته تحفة يا بنات، تحفة، تحفة، تحفة. أنا كل ما بيخلص أنا باكرّره، ما جرّبتش أي ريحة تانية بصراحة، لإن هو من حلاوة ريحته مش مدّيني فرصة إن أنا أجرّب أي ريحة تانية يعني أو أي عطر تاني. تمام، باروح حاطّاها كده مُركّزة حبّة صغيّرين على المُلمّعة، وبامشّي بيها على الأرضية بيدنّي البيت يوم ويومين كمان و3 وهو ريحته في منتهى النضافة والجمال. بجد ريحته حلوة أوي، 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 وبعدين بيقعد معاكِ يعني. هو أنا كنت آخر مرّة جايباه من قيمة ييجي شهرين وكنت جايباه معاكم في المشتريات على القناة. قعد معايا بتاع ييجي 3 شهور دلوقتي، هو ما شاء الله يعني بيقعد معاكِ وقت طويل، مش بيخلص بسرعة يعني. تمام. فبجد يا بنات حافظوا على صحتكم، روّقي ونضّفي بس بالعقل، بالهداوة، واحدة، واحدة. قسّمي كده، اعملي كده جدول كده إن شاء الله بإذن الله هابقى أعمله معاكم، هو جدول تنضيفات على مدار الأسبوع. إحنا عارفين إن إحنا دايمًا عندنا تنضيفات أسبوعية وتنضيفات يومية وأسبوعية وشهرية ونُصف سنوية وسنوية. أو موسمية وسنوية. تمام. فإن شاء الله بإذن الله هاعمل ترتيبات معاكم، طبعًا الترتيبات اليومية أنتِ بترتّبي وبتنضّفي، بتعملي كنس كده للأرضية، ترتّبي السراير، بتهوّي المفارش، تطلّعيها على الشمس لو أنتِ عندِك بلكونات في الشمس. آمم طبعًا المطبخ عندِك كل يوم، عندِك بند الغسيل ده كل يوم، فأنتِ عندِك حاجات كده يومية دي أساسية وثابتة عندِك في الروتين اليومي زي ما بنقول. تمام. إنما في عندِك برضه حاجات بدل ما تعمليها كل يوم، أنا ممكن أعملها كل نُص أسبوع، يعني كل 3، 4 أيام هاعملها مرّة. في حاجات بتتعمل كل أسبوع مرّة، في حاجات بتتعمل كل شهر مرّة. إن شاء الله بإذن الله هابقى أعمل معاكم فيديو عن التنضيفات أو جدول تنضيفات بمعنى أصح، لو حابة تلتزمي بيه أو تمشي معانا أو نعمل حتى جروب مع بعض ونلتزم بيه. أنا هنا كده كنت خلاص خلّصت الreception عندي وعطّرته ضبّطت الدنيا وقُلت هادخل بقى كده على على المطبخ. تعالوا بينا نشوف نعمل إزاي. لو أنتِ عندِك مناسبة أو حابة تعملي كده سهرة كده تكون حلوة ولطيفة لبناتِك أو لولادِك في البيت، تعمليها إزاي بأقل التكاليف. أنا النهارده هاعمل تورتاية كده صغيّرة وبسيطة. إحنا عارفين إن التورتاية دلوقتي أقل حاجة عشان تروحي تشتريها من برّه ب300 و350 و400 جنيه، طبعًا على حسب عدد الأفراد اللي هي بتطلّعهم. تمام. أنا هنا اشتريت نُص كيلو دقيق اسبونج، واشتريت ربع كريم شانتيه، هُم الاتنين عملوا معايا 120 جنيه. وفي البيت عندي البيض، بس أهم حاجة إن البيض عندِك يكون بدرجة حرارة الغرفة، دي تكاية لازم تكوني عارفاها. أي حاجة من الكيكات عايزة تعمليها لازم كل حاجة تكون بدرجة حرارة الغرفة. يعني إيه؟ يعني بتكون برّه، أنتِ حاطاها على الرخامة، ما تكونيش مطلعاها من تلاجة ولا من deep freezer ولا حاجة. تمام. أنا هنا زي ما أنتم شُفتوا أنا كان معايا ال6 بيضات، ومعايا نُص دقيق الاسبونج، جايباه شوكولاتة بس هنا الإضاءة بس كمنها شديدة فمش مبيناه أوي، بس هتشوفوا دلوقتي لمّا أمزج كده الحاجة كلّها هيبان معايا اللون البني شوية. حطيت ال6 بيضات ومعاهم الفانيليا يا بنات، أهم حاجة برضه الفانيليا تكون ريحتها كويسة وريحتها قوية عشان تدّي ريحة حلوة للكيك بتاعِك. ونُص كوباية من المَيّة دقيق الإسبونج، باحطه كلّه على بعضه وتبدئي كده تضربي كويس جدًا بالمضرب اليدوي، المضرب اللي هو سوري آسفة مضرب الكهربا. لو هتعمليها باليدوي تنفع برضه، بس هتحتاج منِّك ضرب سريع ومدة طويلة شوية، المدة هتطول شوية، لحد لمّا تتقل معاكِ خالص. بيبقى بتعمل فوم كده وبتتقل معاكِ خالص، ده ما حطيتش أي حاجة، هو البيض والفانيليا ومعاهم نُص كوباية المَيّة ودقيق الإسبونج. بدّرت كده الصينية اللي أنا هادخّلها الفرن وفضّيت فيها خليط الكيك وزقّيته. بُصّوا يا بنات عشان بس برضه تكونوا معايا، أنا مش عملتها وزيّنتها على طول، يعني أنا عملتها وبعد كده رتّبت الreception بس أنا جايبة لكم الترتيب في الفيديو عشان أنتم مش تتلخبطوا معايا أو تتوهوا منّي. يعني أنا عملتها ودخّلتها الفرن، وبعد كده بدأت أنا بقى في ترتيب الreception والتنضيف والهيصة ديّة كلّها، ولمّا خلّصت بدأت بقى ده كانت هي طبعًا طلعت من الفرن و وبدأت تهدى خالص، بردت خالص. رُحت بدأت قُلت هازيّنها برضه قبل ما أبدأ في الغدا، بحيث إن أنا إيدي لسه ما اتحطّتش بقى لا في بصل ولا في حاجة خالص، ولسه المكان ريحته نضيفة. قبل ما يبقى في ريحة بصل أو ريحة أكل في المكان، قُلت هاضبّطها قصدي هازيّنها و أدخّلها التلاجة. برضه تبرد شوية كده معايا.
زي ما أنتم شايفين أنا قلبتها طلّعتها، وبابدأ الوش اللي فوق دوّة خالص يا بنات بيبقى فيه ريحة الزفارة بتاعة البيض بتبقى موجودة في الوش ده، فأنا باتخلّص منه خالص، خالص، وباقطّعها بعد كده. هي أنتِ شايفاها إن هي قليلة أو ممكن تكون ظاهرة في الفيديو إن هي مش عالية أوي، بس هي بسم الله ما شاء الله يعني عالية وحلوة أوي، يعني الارتفاع بتاعها حلو وهتشوفوه وأنا باقسّمه. أنا قسّمتها عندي ل3 طبقات، زائد كمان الطبقة بتاعة الكريمة لمّا بتتحط ما بين طبقات الكيك، فبتدّيها ارتفاع كمان إيه أكتر يعني. بس بجد هي فعلًا حرفيًا اقتصادية وبتطلع في منتهى الجمال، والطعم بيبقى تحفة يا بنات. بجد والله يعني جرّبوها تعمليها في البيت، هي بجد اقتصادية جدًا عن برّه. معلش أنتِ حتى لو هتجيبي حاجات تزيين تانية، أنا ما جبتش حاجات تزيين على فكرة، أنا جبت بس اللي هو الكريم شانتيه دقيق الإسبونج فقط لا غير. أنتِ من عند الحلواني من عند هي مستلزمات الكيك والحلويات، لو أنتِ جبتِ حاجات عشان تزيّني بيها، يعني الحكاية كلّها التكلفة كلّها مثلًا هتوصل لِك 180، 200 جنيه بكتيره. معلش أنتِ لو عايزة تشتري تورتاية، أنا عملتها المقاس دوّة كان مقاس اللهم صل على سيدنا مقاس 26، أنا الصينية اللي أنا حاطة فيها ديّة مقاس 26، وعاملاها في الصينية الكيكة العادية مش قالب مخصوص بتاع الكيك كمان يعني. أنا إن شاء الله بإذن الله حاطة في كده في المخطط بتاعي إن أنا عايزة أبقى أجيب إيه، كل المستلزمات بتاعة الكيكات والتورت هاجيبها أشتريها عندي واخلّيها في البيت، لإن أنا دايمًا باعمل تورت كده في ال إيه في البيت عندي للبنات يعني وللقعدة ولكده يعني. ف بجد مش مكلفة بالمرّة، يعني بغض النظر لو أنتِ هتشتريها جاهزة معلش، أقل تورتاية دلوقتي ب300، 350 جنيه المقاس الصغير، تمام؟ أنا بصراحة بالنسبة لي هي اقتصادية وموفّرة جدًا عن لمّا أشتريها من برّه. وكمان لو أنتِ مش عايزة تشتري دقيق الإسفنج، أنتِ ممكن كمان في بديل ليه، طريقة كده بتعمليها دقيق بكميات معيّنة، بنسب معيّنة، دقيق ونشا وبيكنج باودر، هاكتبها لكم تحت في الdescription box إن شاء الله بإذن الله للي حابب يعملها أو ياخدها من غير ما يشتري دقيق الإسفنج يعني، تمام يا بنات؟ زي ما أنتم شايفين كده أنا كنت عملت الكريم شانتيه، الكريم شانتيه أنا حطيت عليه هو ربع كريم شانتيه، حطيت عليه كوباية كاملة من اللبن وكوباية ونُص من المَيّة، طبعًا يكونوا ساقعين أو داخلين على التلج، يعني متلجين شوية، وحطيت عليه 3 معالق من السكر البودر. طيب لو أنتِ مش عندِك سكر بودر هتعملي إيه؟ دوّبي السكر العادي، سكر الحبيبات بتاعنا دوّة دوّبيه في اللبن وفي المَيّة. تحطيهم في اللبن وتقلّبيهم لحد لمّا يبقى اللبن أو السوائل يعني اللي أنتِ هتعملي بيها تكون مسكّرة جدًا وهتعمليه بكريم شانتيه يطلع معاكِ السكر بتاعه مضبوط. زي ما أنتم شايفين كده أنا باحط طبقة من كده طبقتين والطبقة التالتة، الطبقة البنات اللي هي كانت اتكسرت منّي فيها حتّة صغيّرة ديّة خليتها في النُص بحيث إن هي ما تبانش معايا، وباسقي التسقية بتاعتها. التسقية ديّة يا بنات هي عبارة عن كوباية من اللبن محلياها بمعلقتين سكر، ديّة اللي أنا بارُشّها تسقية الكيك نفسه، عشان يبقى الكيك معاكِ كده طري ومش مفرول معاكِ، لأ يبقى spongy يعني إيه fluffy كده وحلو يعني، تمام؟ هابدأ بقى إيه أزيّن التشكيل، بُصّوا معلش هو الشكل والله يطلع حلو جدًا وهتشوفوه في الآخر. ممكن في البداية كده تحسّي إن هي الدنيا منعكشة معاكِ والدنيا مش لطيفة ومش لذيذة، بس في الآخر بتطلع كويسة، وخاصةً إن أنا مش عندي أدوات خالص، يعني ده كل الحاجات اجتهادية من البيت يعني زي ما بنقول. فالحاجات ديّة لمّا بتعمليها على فكرة بتفرّحي ولادِك بيها، وبتبقى سهلة واقتصادية، وكمان أنتِ بتعملي لهم كده جو وذكريات. حتى يا ستي لو مش عايزة تعمليها بدقيق اسبونج خالص، أنتِ ممكن تعملي كيكاية عادية خالص، وتجيبي بس الكريم شانتيه وتعملي لها تزيين كده أو تزويق بسيط كده، بتبقى حلوة وسهلة وسريعة والجو بيبقى كده إيه مختلف عن الأيام العادية يعني بالنسبة لولادنا. زي ما أنتم شايفين كده أنا إيه، غطيتها كده كلّها، عملت كده الكريم شانتيه عليها كده كلّها، باحاول بقى إيه، على قدر كده المستطاع بالspatula كده باحاول إن أنا أساوي كده الشكل كلّه. فجات بنتي كان عيد ميلادها بصراحة في رمضان، مش كنت عملت لها إيه، تورتاية أو مش عملنا عيد ميلاد بمعنى أصح في رمضان، ف جات قالت لي: "يا ماما ما زي ما أنتِ كده عاملاها خلّيها أكنها لعيد ميلادي يعني، زوّقيها." قُلت لها: "حاضر." فجابت لي كده تصميم شكل، وأنا حاولت بقدر المستطاع بالإمكانيات البسيطة اللي عندي إن أنا أطلّع الحاجة اللي هي عايزاها. هي كان هاحط لكم الصورة اللي هي أو الشكل اللي هي اختارته أو اللي هي عايزاه وأنتم يعني إيه احكموا بقى وقولوا لي في التعليقات، هل نجحت في إن أنا أوصل ليه يعني بقدر المستطاع والّا فاشلة وأغيّر رأيي في الموضوع والّا إيه بالضبط، تمام؟
هنا أنا كنت أخدت كده معلقتين كده من الكريم شانتيه وحطيت عليهم لون طعام صحّي أحمر ادّاني اللون البينك ده، وحاولت كده إيه أعمل حطيتهم كده في كيس من أكياس التفريز اللي هي العادية ديّة، وفتحت كده فتحة صغننة فيها بالمقص، وحاولت إن أنا أعمل قلوب كده، وأسيب مكان للشكل اللي أنا هاحطه يعني وللكلمة اللي أنا هاكتبها. ده كده كان الشكل معايا، الشكل النهائي بعد ما خلّصتها، عملت الكريمة من فوق وزيّنتها تزيين بسيط دوّة، بُصّوا يا بنات كده نِيت من جوّه، بُصّوا الارتفاع بتاعها والله ما شاء الله جميلة، وكانت هشة جدًا وطرية كده وحلوة أوي fluffy كده وحلوة أوي بصراحة، الكريم شانتيه اللي جوّه حلو مش over يعني. خلّصتها وحطيتها في التلاجة طبعًا الجزء الأخير دوّة كان بعد بقى إيه ما اتغدينا وكل واحد خلاص بقى قعدنا واتجمّعنا وقطّعناها كمان، تمام؟ كده يبقى كده جزء الإيه تورتاية خلاص خلص، نبدأ بقى نجهّز نشوف الغدا مع بعض، إحنا كنا شاريين في المشتريات مع بعض السبانخ يا بنات، قُلنا إن إحنا نعملها في يوم من أيام الأسبوع، قُلت هاعمل النهارده كده سبانخ وهاسلُق لحمة وهاعمل شوية سلطة وشوية رُز جنبهم والمخلل. طريقتي في السبانخ بنات أنا من النوع اللي باحب أنضّفها واغسلها قبل ما أقطّعها، يعني أنا ب ب باشيل كده الإيه بانقّي كده العروق بتاعتها أو الأعواد بتاعتها زي ما أنتم شايفين كده، طبعًا العود اللي هو مش نضيف، العود اللي هو متخرّم بصراحة ما باحطّوش، العود اللي هو مصفِر الأصفر دوّة ما باحطّوش، فأنا باختار كده الأعواد تكون نضيفة وب باحطّها في مَيّة الأول زي ما أنتم شايفين كده، أنا باخدها كده حزمة، حزمة وأنضّفها باشيل الأوراق اللي هي مش حلوة فيها أو اللي مش عاجباني فيها باشيلها، وباحطها في مَيّة بشوية خل، عقبال ما باخلّص خالص التنضيف بتاعها أو التنقية بتاعتها أو الأعواد بتاعتها أمّا باخلّصها باسيبها قيمة 5 دقايق كده منقوعة في المَيّة بالخل ديّة، الخل بيعقّمها لِك بُصّوا أهي، أدي المَيّة أنا حاطاها في مَيّة بخل، باسيبها كده في المَيّة بالخل قيمة 5 دقايق، حاطة كمان معاهم الكزبرة ربطة الكزبرة الخضرا، بُصّوا يا بنات، أنا بالنسبة للسبانخ باحب أحُط عليها ربطة صغيّرة من الكزبرة الخضرا، وباحُط عليها فصين من التوم، أنا في ناس ما بتحطش لا الكزبرة ولا بتحط التوم، بس أنا بصراحة باحب أحطهم بيدّوا نكهة وريحة، أنا عندي التوم أصلًا مش داخل في كل حاجة في الأكل، كام حاجة كده اللي أنا باحب يعني مثلًا البامية دي أساسي التوم فيها، الملوخية أساسي التوم فيها، إنّما بقية أصناف الطبيخ أنا ما باحطش في حاجة تاني خالص غير السبانخ. يعني بصراحة اللوبيا والفاصوليا في ناس بتحط لهم وبيبقى ريحتهم حلوة، بس أنا عندي في البيت مش بيحبوها، فأنا باكتفي بإن أنا بس باحطها في السبانخ وباحطها في البامية وباحطها طبعًا في الملوخية دي حاجة أساسية. هابدأ بقى إيه كده أعمل البصل كده باقطّعه حلقتين ناعم خالص، خالص، أنتِ لو أنتِ ما بتعرفيش تعمليه طبعًا أنتِ عندِك الكبة وعندِك المبشرة، بس أنا إيه كل تقطيعة بصل يا بنات بتدّي طعم ونكهة للأكل، يعني أنتِ لو بشرتِ البصلة هي نفس البصلاية لو بشرتيها بالمبشرة وعملتِ بيها الطبيخ وبنفس الطريقة وعملتيها طبيخ تاني بس بصلة متقطعة على إيديكِ هتلاقي الطعم والنكهة فيها مختلفة حاجة بسيطة، سبحان الله يعني كل تقطيعة من تقطيعات البصل بتدّيكِ نكهة للأكل. أنا هنا حطيت كمان حطيت شوية زيت وحطيت البصل عشان يتشوّح كده ياخد لون بسيط كده، حطيت كمان معاه قطعة من الدهن، أنا ما استخدمتش هنا سمنة خالص، السمنة البلدي يتعمل بيها الرز، إنّما مش باحب أعمل فيها الطبيخ بصراحة بتغيّر الطعم بتاعه شوية، فباحط إيه، باحط اللي هو الدهن أو الدوش اللي هو بيبقى من عند الجزار دوّة، باقطّعه كده قطع صغيّرة وباخلّيه عندي، حابة تسيّحيه وتعمليه كده وعلى فكرة يا بنات هو الصحّي والله ما السمنة هي الصحّية، هو صحّي أكتر من السمنة. تمام، فباحط كده إيه، حتتين صغيّرين برضه بيدّي معاكِ طعم وبيدّي ريحة حلوة للطبيخ بتاعِك أو للأكل بتاعِك. هنا كنت نشلت طبعًا الورق بتاع السبانخ بتاعي من المَيّة وباغسله تاني تحت المَيّة جارية بعد ما باشيله من المَيّة اللي أنا ناقعاها فيها، وباحطه كده في حاجة يتصفّي المَيّة بتاعته وابدأ بقى إيه، أقطّعه كده صغيّر زي ما أنتم شايفين. باقطّع التقطيعة الأولانية أمشّي كده بالسكينة إيه كذا مرّة تانية، بحيث إن الورق ما يبقاش معاكِ كبير أوي في الأكل، يعني ما يبقاش الورقية مطلّعة مثلًا شوية السبانخ في معلقة السبانخ والورق كده إيه نازل منها، تمام؟ هابدأ بقى كده إيه، أجمّع كده السبانخ اللي أنا قطّعتها،
هاعمل الحبّة التانيين. بُصّوا يا بنات أنا يعني أنا باحب بصراحة الأكل الصحّي أكتر أو اللي هو الخضار، صنف الخضار أكتر من الأكل السريع. أنا باحس فيه بالبر في البر باحس فيه بالبركة، باحس كده فيه بريحة أهالينا بتاعة زمان، وباحس إن فعلًا هو مغذي وإن هو بيشبّع. مش عارفة يمكن حد زيي، لو حد زيي يا بنات اكتبوا لي تحت في الكومنتات، قولوا لي لو أنتِ متابعيني لحد دلوقتي مش تنسيني من اللايك والشير والسبسكرايب للقناة لو أنتِ لسه ما اشتركتيش، تمام. مش عارفة أنا باحس فيه باحس في اللي هو الأكل اللي هو الإيه، الرز وصنف خضار واللحمة أو الفراخ أو كده، باحس فيه بريحة أهالينا بتاعة زمان، مش عارفة ليه، باحس يمكن أنا عشان باحب زمان وباحب أيام زمان وباحب الطبع بتاع زمان شوية. مش عارفة بصراحة. قولوا لي لو أنتم عارفين ليه قولوا لي ليه. هنا كنت حطيت السبانخ على التسبيكة، هنا ما بازوّدش شوربة خالص. أنا على الناحية التانية كان عندي اللحمة باسلقها، كنت باعمل الرز بشعرية، فبازوّدها بالشوربة بعد ما السبانخ بتاخد وتدّي كده مع نفسها مع التسبيكة كام غلوة كده، بحيث إن ورق السبانخ يشرب من الصلصة بتاعته، تمام. لحد هنا كده خلص الفيديو، ده كان غدانا النهارده. مش تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب للقناة لو أنتِ أول مرة تشوفيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.